المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أهلا وسهلا بك سيد منصور. ما رأيك فيما حصل؟ أنا بس معترض على اللي بيقوله كابتن نادر القاضي هو الجلاد. عمر ما القاضي يا نادر بيبقى جلاد. إيه قاضي؟ القاضي هو القاضي. لكن القاضي هو الجلاد. دي فين أنا؟ طيب عايز أعرف فين. ربما إذا من المسؤول عما حصل؟ لا، اللي حصل بالظبط ده خطة مدبرة للإساءة لمصر وتشويه البلد. من دبر هذه الخطة؟ من تقصد سيد مرتضى؟ الدليل على كده ان الاذاعه البريطانيه مهتمه. ده الدليل على ذلك. بص يا فندم، البلد يعني هل تتهم بريطانيا بما حصل؟ نعم. تتهم بريطانيا؟ لا، بقول لك انها مهتمه. لماذا ربطتها بموضوع ان هناك من يدبر لهذا الامر؟ من يدبر لهذا الامر؟ اقول لك يوم ما اعلن فتح باب الترشح للانتخابات المصريه لاستحقاق الثالث من خريطه الطريق. انت عارفه خريطه الطريق 3 استحقاقات بعد عزل مرسي وطرده هو وعصابته. الاستحقاق الاول هو دستور، ثم انتخاب رئيس جمهوريه، ثم انتخابات نيابيه برلمانيه. يوم ما اعلن خلاص المحطه الاخيره، حصلت مكسيفه في ماتش الاهلي والزمالك. ولادنا الضباط والعساكر قاعدين بيتفرجوا على الماتش، فجروهم الخونه المجرمين. من الالتراس؟ نعم. الالتراس هم المسؤولون؟ لا، انا بتكلم على اللي فجروا ولادنا في سيناء. صرح 10 ايام. نعم. بصراحه اكثر، من تتهم باحداث الملعب اليوم؟ اكمل لك، ما انا هكمل لك. هو انا هكمل واحده اديني واحده بس يعني. اتفضل. ادي واحد. اثنين، النهارده من اول يوم في تقديم المرشحين لاوراق الترشيح، فكان لازم نتسجل كارثه بالليل. الدوله سمحت ب 10,000 متفرج. سلمتني انا كرئيس نادي الزمالك 10,000 تذكره. قالوا لي تبيعهم، توزعهم، تهديهم. فانا طلبت الولاد كل الشباب، اديت 5,000 تذكره هديه. وبقيت اقول اي شاب عايز يدخل ايا كان انتمائه التراس او غير التراس، اسمه جمهور الزمالك، يتفضل ياخد تذكره هديه. طيب كيف وزع ازيد من 10,000 دعوه؟ ولا تذكره بقول لك ايه؟ ولا تذكره زياده. انت بتكلمني مرتضى منصور. طيب بغض النظر سيادة المستشار، الأخبار تتنبأ أو تقول بأن أكثر من 10,000 تذكرة وزعت على الجمهور. أنا اللي بقول لك كلمة بأدب واحترام. سيدي لو سمحت أخفض صوتك. أنت في قناة محترمة، أرجوك أخفض صوتك. أنت شغالة مع الإخوان المسلمين. أخفض صوتك. أنا لا أشتغل لا مع الإخوان ولا مع غيرهم. أرجوك أخفض صوتك. نحن نتيح لك الفرصة حتى تعبر عن رأيك. تفضل سيادة المستشار. اتعلمت تسمعي. سيدي الكريم، أنا أسمع ومن حقي أن أسألك عندما أشعر أنه يجب أن أسأل وعندما يجب أن توضح. بصي، لا أرجوك تكلم بهدوء سيادة المستشار. صورتك الآن تنعكس على الشاشة. بصي، أنا لما باجي بكلمك تصدقي اللي أنا بقوله. أنا ما بعرفش أكذب. هلا أنا حرة أصدق أو لا أصدق. المهم أننا سننشر رأي سعادتك. التصديق متروك للمشاهد ولتقييمه. تفضل سيادة المستشار، عبر عن رأيك. لا متروك. لا ربنا. أنا ما عنديش علاقة بالمشاهد. اللي حصل بالظبط ان حضرتك لما بتوزعي التذاكر في دفتر، في كعب دفتر، خلاص؟ الكعب دوت انا بحتفظ بيه. ما اقدرش اوزع تذكره زياده لسبب بسيط جدا. هذه التذاكر تم طباعتها بكافه الشرطه في مطبعه سريه. ما اقدرش اوزع تذكره زياده. خلي بالك. طيب من المسؤول؟ طيب خلص عرفنا منك قصة 10,000 تذكرة وسنحتفظ بهذه الرواية التي تفضلت بها سيادة المستشار. من المسؤول عن الدماء التي سالت اليوم؟ أكمل لك بقى. أعطيني إجابات مباشرة سيادة المستشار، أعطيني إجابات مباشرة. كل اللي خد التذكرة دخل فيها المدرج. اللي حصل بالظبط إن 200 بلطجي، يعني 200 بلطجي مسؤولين راحوا ناموا قدام أتوبيس اللعيبة لمدة ساعة ونص عشان اللعيبة ما توصلش للاستاد. ورقة السيد لو كانت لسه معاك يعرف إن ده إجراء
يعني ايه مع عصابه اجراميه ينام قدام الاتوبيس لمده ساعه عشان يعملوا الاستاد. خلاص انا بقى وقفت قدام الاستاد، دخلت الجماهير، انا اللي كنت بدخلهم. الشرطه لم تطلق طلقه كده، انا اللي بقول لك طلقه واحده، وده فيلم معمول. طيب كيف مات هؤلاء امام المشرحه فيه 19 جثه او 29 جثه؟ لا انت تقدري تقولي كيف ماتوا ولا لا، لان في نيابه عامه محترمه بتحقق وفي كاميرات صورت كل شيء. الاستاد كان محاط بالكاميرات، وهذه الكاميرات سيتم تفريغها. انما احنا مش كل حاجه للاسف الشديد في 67 واحد مات و7 واحد مات. واخد بالك اللي عمل المجزره بتاعت اللي عمل مجزره سينا من 10 ايام مشاهده. طيب ومجزره بورسعيد، ومن عمل مجزره بورسعيد؟ ايوه أليس هو المسؤول؟ ألا يمكن أن يكون هو المسؤول بشكل أصح على مجزرة الملعب اليوم؟ مجزرة سيناء تختلف كليا عن مجزرة بورسعيد ومجزرة الملعب اليوم سعادة المستشار. طيب بصي انا ما اقدرش اتكلم عن مجزرة بورسعيد لسبب بسيط جدا، ان دي قضيه منصوصه امام القضاء الان، فما اقدرش انا راجل قانون وبحترم القانون والقضاء، ويعاقب كل من اذاع امورا من شانها التاثير على القضاء. فلو قلت لك دلوقتي ان مجزرة بورسعيد اللي ارتكبها الاخوان المسلمين يبقى انا بظلم. فقط أريد أن أذكرك بنقطة مهمة جدا ضمير الإعلامي يتوجب علي أن أذكرها بما أنك ذكرتها، وقلت إنك وزعت 5000 تذكرة من مجموع 10,000. على من وزعتهم سيدي؟ أليس هذه التذاكر من حق ناس آخرين؟ لا أنا وزعت 5000 دعوة مجانية، والنادي باع 5000. خلي بالك. طيب نص المجموع توزع هدايا؟ وكنت اوزع ال 10,000 لو كان الشباب جه خد، لكن اخر تذكره في ال 5000 انت عندنا 5000 تانيين وقطع عندنا 10، فاضطريت ابيع ال 5000 التانيين لاعضاء النادي العاملين، اعضاء جمعيه عموميه. على كل التحقيقات وربما تسريبات أخرى قد تتحدث عن الأرقام الصحيحة. عزيزي لا أريد أن أذهب بالموضوع إلى أبعد من ذلك، ربما تسريبات أخرى عن القضية. الإعلام لا يخفي شيئا، لا يمكننا أن نخفي شيئا عن الإعلام. شكرا جزيلا سيادة المستشار مرتضى منصور على وجودك معنا في هذه الحلقة.